السلام عليكم، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في قناه وصفات سهله مع كريمه. اليوم غادي نحضر معكم فخيدات ديال الدجاج مع بطاطا مقليه في الفرن بطريقه صحيه وبتتبيله رائعه. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وان شاء الله نبداو بالتحضير. اول حاجه غادي ناخذوا الاناء وغادي نوضعوا فيه الفخيرات ديال الدجاج ديالنا بعد ما غسلناهم مزيان ورقدناهم في الملحه والحامض كما كتشوفوا. هادو هما الفخيرات ديالنا. دابا غادي ندوزو للتتبيله اللي غادي تعطيهم واحد اللذه رائعه. غير جربوها ان شاء الله غادي تعجبكم. كما كتشاهدوا كنوضعوا البابريكا يعني التحميره، وكنوضعوا الابزار يعني التوابل كتكون على حسب الذوق. وكنوضع الملح ومعلقه كبيره ديال البصل بودره يعني البصل غبره، وكنوضعوا كذلك نص معلقه ديال الثوم بودره يعني الثومه غبره، والقليل من زيت الزيتون، وفي الاخير كنوضعوا واحد المعلقه ديال الزعتر محكوكه. المهم المقادير ديال التوابل كتكون اختياريه يعني ما فيهاش واحد المقدار محدد، نتوما وعينكم وميزانكم. وبعد ما كنساليو العطريه ديالتنا كنخليهم واحد المده على الاقل واحد الساعه، ولا كان من الاحسن الا كنتو باغيين طيبوهم وتوجدوهم في الليل وتغطيوهم وتخليوهم. هذا انا خليتهم غير واحد الساعتين شربوا لي مزيان داك العطريه كما كتشوفوا. من بعد كنشدهم كنوضعهم في اللاطه اللي غادي ندخلوهم للفرن. وهادو هما الفخيضات ديالنا حطيتهم في اللاطه. من بعد كنمشي داك الاناء اللي وجدت فيه الفخيضات غادي نضيف فيه البطاطا ديالتنا اللي مقطعه على شكل اصابع، مهم ما تكونش رقيقه بزاف. وغادي نديرو نفس العطريه. انا ما بغيتش نذكرها باش ما نطولش عليكم الفيديو. يعني العطريه اللي درنا في الفخيضات الدجاج هما اللي كنديرو في بطاطا صافي، وكنحركوهم مزيان باش حتى هي كتشرب لينا العطريه ديالتنا.
وتا هما كناخذوهم وكنديروهم. الا كانت عندكم اللاطه كبيره اللي كتدخل الفران، كنديروا نص ديال البطاطا والجهه الاخرى ديال الفخيضات. لما كانش عندكم كديروا البطاطا بوحدها والفخيضات بوحدها. انا هنايا عندي اللاطه كبيره وضعتهم بهذه الطريقه هذه اللي كتشوفوا. صافي من بعد كندخلهم الفران، كندير النار تكون لتحت، يعني كيطيبوا ليا من التحت، والنار ما تكونش مجهده، يعني تكون متوسطه باش كيطيبوا ليا على خاطرهم، والفخيضات كيطيبوا من الداخل. صافي ومن بعد عاد كنشعل عليهم الفران يتحمروا من الفوق. كما كتشوفوا هذا هو الشكل النهائي ديالهم، يعني كيجيو محمرين، وبطاطا كتجي مقليه ومقرمشه، يعني ما فيهاش كميه كبيره ديال الزيت، وكذلك كتجي صحيه، كيبغيوها الاطفال وكيبغيوها الكبار. وبالنسبه اللي ما كيبغيوش المرق، هذه هي الطريقه اللي زوينه كتجي. يجربوها غادي تعجبكم، ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه اخرى. ما تنساوش اللايك والاشتراك في القناه باش القناه ان شاء الله تزيد القدام.